انها بجمالها يعني تقدر تاخد اي حاجه هي عاوزاها. على كل حال ماجي في الوقت ده بتغير الموضوع وبتقول له روز انت عندك شوزات كتيره جدا مش بتلبسيها، انت ليه مش بتلبسيها يا روز؟ وطلبت من روز انها تديها شويه منهم، وروز قالت لها لا طبعا، وفهمتها انها بتجيب الشوزات دي علشان تكافئ نفسها بيهم، لانها شايفه ان حياتها ما يعلم بها الا ربنا اساسا وممله جدا، وانها دايما اوقات بتتخن او اوقات بتخس، فمعظم الهدوم اللي عندها مش بتقدر تلبسها. اما الشوزات دي الحاجات الوحيده اللي بتقدر تلبسها مهما تخنت او خست، فعلشان كده بنلاقي روز متمسكه بالشوزات بتاعتها. على كل حال في الوقت ده ماجي حاولت تقنعها انها تعمل زي ما هي بتعمل علشان حياتها تبقى فيها شويه اكسايتنج يعني وكده، وظبطت روز كده وسنجفتها واخدتها معاها في مكان بيسهروا فيه علشان يصطادوا فيه رجاله، انه موسم الصيد يا جورج، هل سناتي بسمكه تونه عنيده كبيره جدا ام لا؟ على كل حال ماجي بتستخدم الخوارزميات بتاعتها على الرجاله اللي هناك، وبتقدر تصطاد 2 رجاله بس هم سهروا معاهم بس يعني ما عملوش حاجه تاني. بعد كده ماجي وروز بيروحوا مطعم بيقعدوا مع بعض بيتكلموا مع بعض. روز بتقول لماجي انها مش موافقه عن اللي ماجي عملته ده، وان ده مش اسلوب حياه المفروض انها تتبعه. قالت لها ايه يعني كل يوم تتعرف على واحد شكل علشان بس يدفع لك ثمن المشاريب بتاعتك؟ هتعملي ايه يا ماجي لما تكبري في السن وشكلك الحلو ده يتغير؟ ساعتها يا ماجي محدش هيبص لك اساسا. يا ماجي يا اختي لازم تشتغلي علشان تنفعي نفسك، انت كده بتضيعي سنين عمرك على الفاضي. الكلام ده ما عجبش ماجي. كمان ماجي اتضايقت جدا من روز لما روز طلبت من الست اللي شغاله في المطعم انها تجيب لها استماره طلب عمل في المطعم لاختها ماجي، ده اللي خلى ماجي تسيبها وتمشي. على كل حال بيجي اليوم اللي روز هتسافر فيه خارج البلاد هي وصديقها، ولكن بتفاجئ بواحد تاني في العربيه غير صديقها. الشخص ده اسمه سايمون، وعاوز اقول لك ان سايمون ده عينه من روز جدا، وكان متحمس قوي انه هيسافر مع روز، وده على عكس روز اللي كانت متفاجئه ومتنكده. من الناحيه التانيه ماجي بتدور على شغل بطريقتها، وحظها بيرميها في مكان كده ملجأ لرعايه الكلاب. ماجي دخلت المكان ده ما كانتش طايقه الريحه، ولكن يعني تكرمت وداست على نفسها شويه ووافقت انها تشتغل في المحل ده. في الوقت ده بيجي لها تليفون من مرات ابوها بتقول لها انا عاوزاكي تحضري لي هنا في البيت فورا. فماجي بتروح لها. مرات ابوها بتقول لها بقول لك ايه، انا عاوز احول الاوضه بتاعتك دي للاوضه بتاعت ابن بنتي. فماجي قالت لها ايه ده، هو بنتك حامل ولا ايه؟ مرات ابوها قالت لها لا لسه، بس يعني بما انها تتجوز فاكيد هتبقى حامل. كل الكلام ده كان قدام ابو ماجي، واللي كان واقف كده زي قلته ملوش اي لازمه. المهم مرات ابوها بتسيبها وماجي بتلم حاجتها، ولكن ماجي في الوقت ده قررت انها تدخل الاوضه بتاعت بنت مرات ابوها، وقلبت كل الفلوس اللي في الاوضه. كمان دخلت باقي الاوض علشان تقلب كل الفلوس اللي فيها، وبالصدفه كده بتقع في ايديها جوابات جايه من جدتها مامتها المتوفيه. وماجي لما بتشوف الجوابات دي بتستغرب وبتاخد الجوابات دي وبتمشي. في نفس الوقت على الجانب التاني سايمون بيروح للاوضه اللي فيها روز، بيحاول ياخدها علشان يعزمها على العشاء، ولكن روز بتديله الوش الخشب وبتقفل في وشه الباب. بنرجع تاني لماجي في اول يوم شغل في دار رعايه الكلاب. ماجي حرفيا بتبهدل الدنيا، ولما بتخلص شغل وبتخرج علشان تاخد عربيتها وتروح مش بتلاقي العربيه بتاعتها.